السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة على القناة. بقالي فترة بجرب ادوات الذكاء الاصطناعي كتير جدا، منهم اللي بستخدمهم في شغلي الحالي زي مثلا شات جي بي تي او كلاود او جيميناي وغيرهم. اصبح موجود ادوات ذكاء اصطناعي حاليا كتير جدا، وكلهم تقريبا بيعملوا نفس الفكرة، زي مثلا انك تكتب له برومبت ويديك الاجابة في الشات. لكن من كام يوم لفت انتباهي تغريدة لايلون ماسك بيتكلم فيها عن شركة ذكاء اصطناعي اسمها كيمي، ووصف شغل الشركة دي بكلمتين بس: impressive work فروم كيمي، يعني عمل رائع من كيمي. وطبعا لما واحد زي ايلون ماسك يقول جملة زي دي على منصة زي كيمي، منصة جديدة، اكيد لازم ان احنا ندور ونشوف ايه المختلف في كيمي عن باقي منصات الذكاء الاصطناعي، وهل فعلا كيمي يستحق الضجة اللي موجودة عليه حاليا، ولا هو مجرد اي اي جديد وخلاص. بدأت اقرأ عن كيمي اكتر واكتشفت ان هو مش مجرد شات بوت بس تتواصل معاه، لا، هم عندهم نسخة كاملة للديسكتوب شغالة على الويندوز وشغالة على ماك. كمان تقدر ان انت تنزل نسخة كيمي على الموبايل، وفيها مميزات مختلفة خالص عن اللي متعودين عليه، زي انه يقدر يشغل عدد كبير من الوكلاء يخلص لك الحاجة اللي انت طلبتها منه. يعني بالظبط كأنك مشغل موظفين عندك في الشركة وبتطلب منهم ان هم يشتغلوا على مشروع معين او يجهزوا لك حاجة معينة، وكل موظف ليه مهمة بيقوم بيها. ده بالظبط اللي بيعمله كيمي، لما بتطلب منه حاجة بيوظف لك اكتر من وكيل يقوم بمهمة معينة، وطبعا ده كله بيكون في نفس الوقت. كمان تقدر انت تخليه يستخدم المتصفح بتاعك بنفسه ويدور لك على حاجة معينة انت تطلبها منه، ولو حابب ان هو يطلع لك ملفات بي دي اف او الباوربوينت او الاكسل وغيرها. طبعا بدل ما اقعد اتكلم عن المميزات، احنا هنجرب كيمي في مشروع حقيقي. مش هسأله سؤال وبس كده، ولا هطلب منه حتى ان هو يكتب لي مقالة، انا هطلب منه مشروع كامل هيبدأه من الصفر، واشوف هيقدر يخلصه ولا لا، والنتيجة اللي هيطلع بيها هتكون عاملة ازاي. تخيل اني هبدأ قناة يوتيوب جديدة من الصفر، ما عنديش اي افكار ولا عندي اي حاجة، حتى المحتوى اللي انا هنزله معرفش عنه حاجة. فاللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنشوف كيمي هيقدر يساعدني في حاجة زي كده ولا لا. يعني انا هبدأ من الصفر اهو، هو اللي هيعمل كل حاجة بنفسه. هكتب له البرومبت اللي قدامك ده: حلل سوق المحتوى التقني العربي على يوتيوب، وحدد المنافسين وافضل انواع المحتوى والفرص المناسبة لإطلاق قناة جديدة. وباجي هنا وبختار الاجنت سوارم ده عشان يخصص لي اكتر من وكيل، زي ما انا قلت في البداية، يبحثوا كل واحد هيبقى ليه وظيفة معينة، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. وهنضغط على السهم ده، هيبدأ يظهر لك كيمي كمبيوتر زي ما انت شايف كده. هيبدأ بقى ان هو يجهز الخطة في البداية، ونشوف ايه اللي هيتم بعد كده. هنا هو بدأ بكتابة خطة العمل اللي هيشتغل عليها، وطبعا انت ما عندكش مشكلة، تقدر انت تكتب له البرومبت بتاعك عربي انجليش براحتك انت هنا خلاص هو خلص بحث وعمل كل حاجة. هيعمل قائمة ويخلي 12 وكيل يبدأ ان هو يشتغل على المشروع اللي انا طلبته منه. زي ما انت شايف كده هو كاتب اهو: ده الوكيل الاول، ده باحث في السوق التقني، ده كده اسم الوكيل اللي هو هيبدأ يشتغل في اول حاجة. تمام، هم 12 واحد هيشتغلوا زي ما انت شايف كده. طبعا كل واحد ليه وظيفة معينة، يعني هو بيخليه يستكشف حاجة معينة، مش كلهم بيشتغلوا في نفس الحاجة. وزي ما انت شايف كده دي المهام بتاعتهم، وكل واحد موضح جنبه هو يعني وصل لحد فين او باقيله ايه، خلص شغله ولا لا. الميزه هنا ان كيمي وورك مش بيشغل اجنت واحد ولا اتنين، كيمي يقدر يشغل لحد 300 اجنت في نفس الوقت. يعني تخيل كده كأنك عندك شركة فيها 300 موظف شغالين معاك 24 ساعة، وكل واحد مسؤول عن جزء مختلف من المشروع، وانت مجرد كل اللي عليك بتعمله ان انت بتدير الشغل والنتيجة بتطلع في اسرع وقت. فهو وضح لنا ان احنا هنشغل 12 وكيل هيبدأوا ان هم يشتغلوا على المشروع اللي احنا طلبناه. كده خلاص المشروع خلص، ودول كده كل الوكلاء اللي اشتغلوا. بدأنا ب 12، بعد كده الخمسة، بعد كده آخر وكيل عشان يراجع ورا الخمسة دول، وبعدين اتعمل لنا بقى التقرير النهائي. انت متخيل ان هو كتب لك ملف وورد فيه 17500 كلمة. هنيجي مثلا نشوف ملف الوورد عشان نشوف اذا كان فيه اخطاء ولا لا، ولو حابين ان احنا نعدل حاجة تقدر تقول له برضو في مشكلة في كذا وهو هيعدلها لك. دي كده الصفحات. اللغة العربية بصراحة ما فيهاش اخطاء، مكتوبه كويس، مش مقلوبه زي ما احنا كنا شايفينها في الاول وهم شغالين. ده لان في وكيل بيكون في الاخر بيراجع وراهم تاني ويشوف اذا كان في حاجه ناقصه، حاجه عايزه تتعدل، في مشكله، هو بيعمل كل ده. والصفحات فيها جداول زي ما انت شايف بالشكل ده كده. كده خلاص احنا انتهينا من المشروع اللي طلبناه من كيمي. كيمي بدأ ب 12 وكيل في البدايه، بعد كده الخمسه دول،
بعد كده الوكيل الاخير، وطلع لنا بالتقرير النهائي في 17500 كلمة. ده كبير جدا على فكرة، انا بتكلم في 17500 كلمة مش حرف. وكمان وضح لك هو عمل عمليات بحث قد ايه عشان يجمع البيانات دي. نيجي بقى لتجربة كيمي ويب بريدج، والاضافه دي عشان لو انا عايز اطلب حاجه من كيمي نفسه ويقدر ان هو ينفذها لي، هيفتح المتصفح بنفسه ويعمل كل حاجه. طبعا انت لازم يكون عندك كيمي ديسكتوب، لو مش عندك بتنزله من هنا، هنضغط سكيب لان هو موجود عندي. كمان لازم تكون ضايف الاداه، المتصفح نفسه لازم تكون ضايف فيه الاداه عشان يقدر ان هو يستخدم المتصفح. فبتيجي على المتصفح اللي انت هتستخدمه سواء جوجل اي متصفح، هتيجي تضغط هنا هيحولك لمكان الاداه نفسها، كل اللي عليك بتضيفها عندك بس في المتصفح. بعد كده نضغط سكيب. هنا بيبلغك ان انت هتفتح كيمي ديسكتوب اب وتدخل على قسم كيمي وورك. لو ركزت فوق هنا هتلاقي في شات وفي وورك، فانت لازم تستخدم كيمي وورك. طيب انا ازاي اتاكد اذا كانت الاضافه دي اتفعلت في المتصفح ولا لا؟ كل اللي عليك بتيجي على المتصفح، بتلاقي ايقونه كيمي فوق بالشكل ده، بتضغط عليها وبتلاقي ان هو كاتب لك ان المتصفح بتاعك جاهز ان انت تقدر تستخدم كيمي ويب بريدج في المتصفح، وبتكون بلون اخضر زي ما انت شايف كده، معنى كده انت خلاص انت جاهز ان انت تستخدم الويب بريدج. بتيجي على الورك في كيمي نفسه، طبعا هتكتب له هنا الموضوع اللي انت محتاجه. انا هطلب منه انه يستخدم الويب بريدج وبوضحها له اهو عشان يستخدمها. وللبحث عن افضل القنوات التقنيه على اليوتيوب العرب بالاخص، افتح صفحات القنوات واقرأ معلوماتها وحلل انواع المحتوى الاكثر نجاح، يعني هيجيب المحتوى الناجح اكتر. ثم يرجع لنا تاني ويتقدم لي بقى ملخص لاهم النتائج مع اقتراحات لقناه جديده. وهنختار الاجنت انت هتستخدمه لو انت عايز تعمل بحث، عايز تعمل ملف وورد، عايز تعمل حاجه عن موقع، عايز تعمل مستندات. اما لو انت عايز اكتر من وكيل ودول هيبحثوا بحث اطول وهياخدوا وقت اكتر، لو انت المشروع اللي انت هتشتغل عليه محتاج كتابه طويله ومهام يعني مش شخص واحد يقدر يقوم بيها، محتاج اكتر من حد ان هو يعملها، فانت هتختارها في الحاله دي. لكن انا هختار الاجنت، وهنضغط على السهم ده ونجيب كيمي على جنب كده ونحط جنبه المتصفح. المفروض بقى ان هو هيبدا يفتح كده مع نفسه المتصفح، تمام، ويخش القنوات مع نفسه. انا ايدي اهي زي ما هي، هو بقى مع نفسه كده يشوف هو هيعمل ايه. تمام، بدأ ان هو يفتح اليوتيوب. انا ايدي بايدي اهي، ما ليش علاقة باي حاجة خالص، هو شغال مع نفسه. شوف حتى هو يعني فهم، بيقول لك نتائج البحث الحالية عبارة عن فيديوهات تتحدث عن أفضل القنوات، مش القنوات نفسها. يعني الراجل يعني أكتر من كده فهم، مش مفيش. هو فاهم إن الناس دي بتتكلم عن قنوات كويسة بالنسبة لهم، فلا بدأ إن هو يغير البحث ويبحث عن أفضل القنوات، كلها قنوات تقنية. بس أنا شايف فيهم قنوات يعني صغيرة في المشتركين، ممكن تكون مشاهداتها عالية لكن مشتركين صغيرين. كمان قال لك ان البحث بالانجليزي مش جايب نتائج قنوات عربية مباشرة، هيغير البحث ويبحث بطريقة تانية. طيب فتح صفحة كمان، طبعا هو هياخد شوية يعني على ما يجمع افضل القنوات التقنية اللي موجودة، وبعد كده يطلع لنا بقى بالتقرير النهائي اللي احنا هنشتغل عليه بعد كده. كده خلاص كيمي خلص وقفل كل المتصفحات اللي فاتحها، وطبعا هو كده خلص يعني البحث بتاعه في المتصفح بتاعك وعمل كل حاجة، وهيجهز لنا بقى تقرير شامل في قلبيه كل حاجة هو دور عليها. ده كده التقرير، القنوات اللي فتحها باسمائها بعدد المشتركين، اول قناه، تاني قناه، تالت قناه، قنوات تقنيه كبيره عربيه، وبكتب لك بقى التخصص بتاعها ايه واشهر فيديوهات موجوده فيها ونوع المحتوى. لو في موقع خاص بيها برضو بيجيبه زي القناه دي مثلا، كل حاجه، انواع المحتوى الاكثر نجاحا في القناه. بناء بقى على التقرير اللي هو عمله ده، هيعمل لنا تقرير كامل، ملف PDF في قلبيه ملخص وتحليل للمنافسين وافضل انواع المحتويات واحدث الترندات، الفرص المتاحه لاطلاق قناه يوتيوب وتقنيه جديده وتوصيات عمليه وخطط تنفيذيه مبدئيه. وهنطلب منه ان هو يخلي التقرير ده منظم وجاهز للمشاركه، وهنبدا ان احنا نبعت له ونشوف هيعمل ايه. هو حاليا هيشتغل على التقرير اللي هو طلعه، يعني مش هيجيب حاجه من بره، مش هيفتح المتصفح اصلا. هو جمع المعلومات والبيانات اللي هو محتاجها، يعني مش هيبدا يجمع تاني. انا عايزه بقى ان هو يلخص لنا كل ده بصيغه احترافيه كده في ملف PDF. كده خلاص يعتبر خلص، عمل لنا 11 صفحه PDF، الغلاف وجدول بالمحتويات اللي في الملف نفسه. انا ما اعتقدش ان هو هيكون فيه صور، يعني ما افتكرش ان ملف PDF هو هيعمل فيه صور، فهنعمل بريفيو ونشوف الشكل هيكون عامل ازاي. اول حاجه تصميم بسيط سيمبل، بصراحه الكتابه العربيه ممتازه، عمل لنا 10 صفحات، دي الصفحه الاولى. الصفحه الثانيه هو عامل حاجه بسيطه، ممكن برضو نطلب منه ان هو يعدل ويعمل لنا حاجات يعني يزود في شكل الملف وكده، بس ممتاز ان هو يعني كاتب اللغه العربيه
بدون مشاكل، ويعني تنسيق مظبوط، مفيش غلط في الكتابة، الكتابة مش لازقة في بعضها، وكمان بادئ من اليمين. ركز في دي، كتير بيغلطوا من منصات الذكاء الاصطناعي في حاجة زي كده، ان هو يكتب لك عربي لكن يبدأ من الشمال. يعني بصراحة مفيش غلطة. نيجي بقى للخطوة الاتقل بقى، هنطلب منه ان هو يحول التقرير اللي عمله لملف باوربوينت، التقرير اللي هو عمله، ونشوف الشكل هيكون عامل ازاي. فده البرومبت اللي انا هستخدمه، ان هو يعتمد على التقرير السابق اللي عملناه فوق، ويعمل عرض باوربوينت احترافي يلخص اهم النتائج والخطة المقترحة لاطلاق قناة يوتيوب جديدة. هو في نفس الموضوع اللي احنا فيه، واطلب منه يخلي الشرائح منظمة وجاهزة للعرض مع استخدام الرسوم البيانية او العناصر البصرية المناسبة اذا امكن. ونضغط على السهم. هو هيبدأ دلوقتي ان هو يقرأ التقرير اللي عمله، وبعد كده يجهز لنا ملف الباوربوينت. لحد الان احنا ما واجهناش اي اخطاء، سواء في كتابة او مثلا خلانا اللغة العربية مربعات او شكلها مش مظبوط او لازقة في بعضها. لكن انت لو جربت ان انت تعمل حاجة وواجهت مشكلة، طبيعي ان انت هتلاقي مشكلة عموما. فكل اللي عليك بتيجي في الشات بس وتكتب توضح له ان في مشكلة مثلا في الكتابة العربية مش مظبوطة، هو بيراجع وبعد كده يحل المشكلة بنفسه. خلاص كده اصبح يعني في النهاية، وخد تقريبا بتاع 5 دقايق، ونشوف المفاجأة وربنا يستر ما يكونش في مشاكل. تمام، ماشي. فهرس لحد ما مقبول. كويس. بصراحة كويس. ده بالنسبة لان احنا بنستخدم يعني اجنت واحد، كويس جدا. الخطوة الاولى بيقولك ان انت لو انت عايز تبدأ بقى ان انت تعمل قناة محتوى تقني، هتبدأ عن افضل محاكي للموبايلات لتشغيل العاب الكمبيوتر يعني على الموبايل في سنة 2026. ده كده هيكون اسم الفيديو وهيكون محتوى الفيديو. دي كده خريطة لمحتوى متنوع لو انت عايز تنزل كل فترة. كده احنا شفنا تصميم الباوربوينت في كيمي وورك. احنا هنجرب نفس الحاجة في شات جي بي تي ونشوف ايه النتيجة اللي هيطلع بيها. برضه هنطلب منه ان هو يعمل نفس الحاجة ويقدم لنا برضه نفس ملف الباوربوينت، ونشوف الاختلاف ما بين الاتنين. انا هنا خدت نفس التقرير اللي استخدمه كيمي وهنستخدمه في شات جي بي تي، وهنطلب منه ان هو يستخدم التقرير ده ويعمل عرض باوربوينت احترافي ومنظم بيلخص تحليل السوق وخطة اطلاق قناة يوتيوب جديدة تقنية. نفس اللي انا طلبته من كيمي هطلبه من شات جي بي تي، ونبدأ ونشوف نتيجة شات جي بي تي. مع العلم ان هي هنا نفس الباقات، يعني هنا دي ما ده شات جي بي تي المجاني، وهنا كيمي اي اي المجاني. هنشوف بقى النتيجة هتبقى عاملة ازاي. هو ايه ده؟ ما كملش خلاص، ده ما كملش 20 ثانية. تمام، خلينا نشوف الملف اللي عمله. ايه ده يا غالي؟ 9 صفحات، 9 صفحات على الكلمتين اللي انت كاتبهم في كل ورقة دول. انا بعت له تقرير يا جدعان، التقرير اهو، بعت له كل ده. فشايفين النتيجة ما بين الاتنين. دي كده نتيجة بتاعت كيمي، ودي كده نتيجة شات جي بي تي. يعني كنت عملتهم كلهم بقى في صفحة واحدة وخلصت على كده. فانتوا شايفين الفرق ما بين الاتنين يعني، وهو نفس التقرير اللي انا بعته لكيمي هو نفسه اللي بعته لشات جي بي تي. نيجي بقى لاخر خطوة، هنطلب من كيمي ان هو يقترح 10 افكار فيديوهات مناسبة لاطلاق قناة يوتيوب، ونشوف بقى هو يقترح علينا ايه ونختار فكرة منهم. انا هختار مثلا الفكرة رقم 6 اللي هي دي، وهقول له في البرومبت بتاعي بناء على فكرة الفيديو التالية اللي هو اقترحها: افضل ميكروفون للستريمر ب 200 جنيه، مراجعة صوتية بالارقام. عايزك تتصرف كمخرج فيديو وتنشئ لي ستوري بورد تفصيليا مشهد بمشهد عبارة عن ملف اكسل قابل للتحميل. ووضحت له الاعمدة بتاعت ملف الاكسل هيكون فيها ايه بالظبط، وكمان وضحت له ان هو يخلي الستوري بورد جاهز للتصوير مباشر. فنشوف بقى النتيجة اللي هيطلع بيها هتكون عامله ازاي. كده هو خلاص خلص. نشوف الملف طبعا بصيغه اكس ال اس اكس. تمام قوي. عامل لك اول حاجه وقت كل مشهد هياخد قد ايه، وبيقول لك انت هتقول ايه في اللقطه دي بالظبط. طبعا الكلام ده بينطبق على اي حاجه انت عايز تصورها. هي زي سكريبت كده. تمام. بيقول لك في النهارده هنراجع ميكروفون ب 200 جنيه بس.
تمام، يعني بيكلمك بالمصري اهو. هنا اون سكرين تكست لو انت عايز تكتب حاجه على الشاشه، والفيديو بقى ايه اللي على الشاشه بالظبط، الفيديو بتاعك هيكون موجود وانت بتتكلم. بعد كده محتويات العلبه، يعني موضح لك ايه اللي هيكون في الشاشه بالظبط يعني، وكمان الكلام اللي انت هتقوله. طبعا الكلام ده بيحتاج تعديل يعني على حسب الحاجه اللي انت هتتكلم عنها. والملخص هنا برضو موضح لك يعني كل حاجه موجوده في ملف الاكسل. بس يعني انا مش شايف في احسن من كده. وهنا في الاخر بيقول لك ان انت في الاخر بقى تقول للناس بقى اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه. فاللي ما اشتركش لحد دلوقتي يشترك في القناه بعد اذنكم يعني. وبعد التجارب اللي احنا عملناها دي كلها في كيمي، اقدر اقول ان كيمي مش مجرد شات بوت بس بيرد على الاسئله، لكن هي اداه تقدر تستخدمها في كل مشاريعك من الصفر، بدايه من البحث وجمع المعلومات عن الحاجه اللي انت محتاجها لحد التقرير. وبرضه لو انت صانع محتوى او طالب او شغلك بيعتمد على الابحاث وكتابه ملفات الاكسل والوورد والبي دي اف وغيرها واعداد الفيديوهات، فكيمي وورك بصراحة يستحق ان انت تجربه. وعايز انصحك بنصيحة صغيرة، لازم تجهز برومبت كويس عشان تقدر تستخدم كيمي. ما تكتبش برومبت عشوائي، اكتب الفكرة في الشات، ولازم تكتب الحاجة اللي انت عاوزها بالتفصيل، تفصلها كده. ممكن برضو ان انت تخلي كيمي نفسه يساعدك في كتابة البرومبت اللي انت محتاجه، تقول له انا عايز كذا واكتب لي برومبت، وبعد ما يبعتهولك تخليه يعدل عليه، وبعد كده تقدر تبعتها للاجنت سوارم عشان يحولهولك لمشروع كامل زي ما احنا عملنا في الفيديو. هسيب لكم لينك كيمي وورك في الوصف او في التعليق المثبت لو حد حابب ان هو يجربه. كل عليك بتخش على اللينك، تيجي على جيت اب، هتلاقي عندك اختيارات، هتختار نسخة الديسكتوب اب عشان ننزلها على الكمبيوتر، او لو انت عايز تنزلها على الموبايل عن طريق ان انت بتمسح الكيو ار اللي قدامك ده. كل عليك بتيجي تضغط على ويندوز داونلود، هيبدا ان هو يظهر لك مربع التحميل وتحدد المكان اللي انت عايز تنزل فيه البرنامج. وطبعا مستني رايكم في التعليقات. وكده وصلنا لنهاية حلقتنا. لو الفيديو عجبك ما تنساش لايك للفيديو واشترك في القناة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.